كده. فقلت احترم القضاء، بس ناخد بالنا اللي ده شباب، وناخد بالنا اللي ده شباب. ده جزء من جمهور النادي الاهلي اللي حضرتك وغيره ما تكلمش عنه. فبتستدعي هنا جماهير النادي الاهلي اللي هي مش اعضاء، لكن حضرتك ما خدتش بالك من اللي هم فيه محبوسين، وتقال لاسرهم اللي يومين وهيرجعوا او يوم وهيرجعوا. الاولى ما دام حضرتك بتحب الجماهير كده اقف جنبها، قول كلمه حلوه. ادعاء اللي انا حبيب الوزراء، وادعاء اللي الوزراء كلهم في حوار معاهم. طب الاولى ما دام بتخاف على جمهور النادي الاهلي، في جزء منه محبوس، كان الاولى اللي حضرتك كمان تتكلم عليه. نقطه تانية اهم بالنسبه لي، لحظه ما انساهاش، كان قبل ما المحكمه تقول قرارها عن نجمنا محمد ابو تريكه، حضرتك طلعت علينا وقلت عليه ارهابي وبيدعم الارهاب، ونسيت الامراء بيكرموه، ونسيت اهدافه اللي فرحت الشعب المصري. قلت في يوم من عليه في اكتر من حلقه محمد ابو تريكه هو ارهابي، وده بالنسبه لنا، وقلنا وكان لينا رد قبل كده، اللي هو ارهابي القلوب من عشق الجماهير ليه وحب الناس ليه. لكن في الاول وفي الاخر مش بايدينا حاجه غير احترام القضاء اللي حضرتك لما القضاء بيبقى على المزاج، لما القرار يبقى عاجبني يبقى المؤسسات الدولة وعلينا الدعم وعلينا اللي احنا نقف جنب مؤسسات الدولة، ولما القرارات بتبقى مش على مزاجنا بيبقى لا يا جماعة ناخد بالنا ولازم أحكام رادعة والكلام ده كله. مش احنا اللي بنعمل كده، حضرتك اللي بتقول كده. بالمناسبة أنا مع العدل والحق طول الوقت، بمعنى لما أنت بتقول لي 5 بيحطوا كل حاجة على الكيف، كنت مستني برنامجك اللي هو المفروض هيتقلب الرياضي الايام الجايه، اللي هو يطلع علينا ويقول للاهلي مبروك على بطوله الدوري قبلها ب4 اسابيع، وكنت مستني اللي انت تبارك للالعاب الجماعيه بال5 اللي موجودين. تتفق تختلف انا او حضرتك او اي حد، لكن دي كلمه الحق. المدام قلبك على النادي الاهلي زي ما بتقول وبتستدعي الجماهير اللي انت اساسا ما وقفتش جنبها، فمن هنا لازم نعرف حضرتك اللي بيحط لوائح اعضاء الجمعيه العموميه فالايربيس، ما اعرفش المعلومات اللي بتتقال لك بقى صح ولا غلط. فهنا في فرق. انا احترم جمهور الاهلي في كل مكان، في كل مكان، واقف جنب جمهور الاهلي في كل مكان، لكن جمهور الاهلي اللي معهوش ثمن العضويه هو عاشق للنادي الاهلي، لكن اللي بيحط اللوائح هو مجلس الاداره اللي موجود ومعاه اعضاء الجمعيه العموميه اللي حضرتك بتتكلم على 12.5، لكن الواضح اللي حضرتك ما عندكش المعلومه. فمن هنا هرجع تاني للنقطة اللي أنا قلتها، إن ال5 زي ما اتعمل حاجة كويسة كنت تطلع علينا وتقول لنا نفس الموضوع. لو كلام أملة يبقى لازم أقول لحضرتك على بعض البنود البسيطة اللي احنا ناقشناها هنا، لعل وعسى تقول أنا كنت غلطان. حضرتك هبسطها لك خالص خالص، ولا محتاجة مننا أي مجهود. اللائحة الاسترشادية لما اسمها استرشادية عشان نتناقش فيها، استرشادية بنكلم بعض، ولما تيجي ترجع المؤسسة الوطنية اللي حضرتك قلت عليها اللي هي النادي الأهلي الاسم الكبير العريق، تخيل بقى أحمد يا موسى إن النادي الأهلي لم يستدعى ولم يناقش ومفيش حد اتكلم معاه، طلعت من تحت الترابيزة فجأة بقت قدامنا كلها والكل موافق. بمعنى اللي حضرتك تقعد في الاستوديو الترابيزه اللي حضرتك قاعد عليها تتاخد منك كده وتمشي عادي. حضرتك تقبل بكده؟ لان في خصوصيه في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ان في محترمين شرفاء ما بيقبلوش باي تدخل داخل النادي الاهلي. فاستغرب من الكلام. حضرتك تقبل يا استاذ احمد يا موسى يلي بنوزع صك الوطنيه على كل الناس، بنقعد نقيم اللي اختلف معاه بيبقى ارهابي واخواني، واللي بيبقى مؤيد ده وطني وشريف وهو ده الشخصيات اللي تليق باسم الوطن. طيب خليني اتكلم بمنتهى الامانه. انا هرجع للجمله اللي حضرتك قلتها، قلت النادي الاهلي في بدايه كلامك المؤسسه الوطنيه العريقه. هل من المقبول اللي يبقى موجود عضو مجلس اداره في اللائحه الاسترشاديه اللي حضرتك بتشيد فيها وبتقول سلام لسياده الوزير ان يبقى في حد ما اداش الواجب الوطني وهي الخدمه العسكريه، وبتكلمني عن المؤسسه الوطنيه؟ احنا ما بنقبلش الكلام ده، ما بنقبلش لحد يملى علينا الكلام ده. كنت مستني من حضرتك تقول لا اللائحه الاسترشاديه، هو فين الواجب الوطني؟
لكن دي كانت تورتايه اللائحه الاسترشاديه، اتاخد منها للي ما اداش الواجب الوطني، اتاخد منها للي مش عارف مؤهله ايه. ترويج اللائحه الاسترشاديه اللي بتقصي ناس بعينها واللي حضرتك عايز توصله لكن ما عرفتش توصله لنا، الكلام ده كلام مستهلك ومرسل. لو اتضغط من المعلنين اللي عندكم قولوا لنا، لو اتضغط من اللي ده الاتجاه ده اللي هيبقى بتاعنا الايام اللي جايه قولوا لنا. حضرتك قلت على استاذ ابراهيم المعلم، هقولها زي ما انت قلتها، انا عرضت الكلام قلت عليه ابراهيم المعلم الاخواني، وعشان كده محمود طاهر المحترم. انا مش فاهم حاجه. اولا حضرتك لازم تفهم، في ناس تدعي الاهلاويه اللي هي بتقول انا اهلاويه كده وخلاص، ما تعرفش شكل استاد القاهره ده فين، ولا تعرف فانيله النادي الاهلي اللي غير هي لونها احمر. فالواضح لحضرتك لو تعلم قيم ومبادئ النادي الاهلي عمرك ما تقول اللي فيه تزوير جوه النادي الاهلي، لان في خطاب هعرضه لحضرتك من الجهه الاداريه وبعتت لمجلس اداره النادي الاهلي بتقول اللي ما فيش تزوير ولا فيه الكلام ده. اكيد مش هيعجبك كلامنا لان الحقيقه بتوجع، فحضرتك هتتكلم تاني هنعرض لك الجواب اللي ده خطاب بالجهه الاداريه، اللي الجهه الاداريه تمثل مين؟ اللي تعبر عن راي الوزير. فمن هنا هنعرض لحضرتك ان الجهه الاداريه بعتت للنادي الاهلي. اولا ممكن استاذ ابراهيم المعلم مش في موقع المسؤوليه، وبالمناسبه هو بارك للمهندس محمود طاهر لما كسب قبليك. فمن هنا ما بنقبلش اللي انت تقول تزوير او تهين اي رمز حتى لو هو مش في منصب. استاذ ابراهيم المعلم ليه كل الاحترام والتقدير كابن من ابناء النادي الاهلي، فغير مقبول بالمره اللي انت تقول على في تزوير جوه الاهلي. لان ازاي بتقول لي في البدايه المؤسسه الوطنيه العريقه وتيجي تقول لي في تزوير؟ اصدقك ازاي؟ فحاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. وفكره الوطنيه اللي اكتر من التاني، كلنا وطنيين وكلنا بنحب البلد دي. مش حضرتك هتقعد توزع بقى ده عايز يجيب لائحه ملاكي وده عايز يحط عشان يقصي فلان، الكلام ده مش مظبوط. يا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي رسالتي واضحه، الكلام ده مستهلك، الكلام ده كله كذب من اي حد يقوله، الكلام ده مش صحيح. وانتوا عارفين اكتر مني الكلام ده وهتسمعوا، وسجلنا مع اعضاء الجمعيه العموميه وهننقل كلامهم زي ما قالوه. الترويج اللي ما فيش مخلوق يقصو نجم ولا رمز جوه النادي الاهلي، مش هنقبل بالكلام ده كمان كبرنامج. لكن اسمها لائحه استرشاديه عشان نتكلم مع بعض. انا قلت لك حاجتين، ممكن اقول لك الثالثه. طيب اقول لك الثالثه وهشرحها لك بعيد عن النادي الاهلي عشان حضرتك الواضح برضو اللي انت مش مذاكر. احمد موسى قال اللي احنا اللائحه دي زي الفل وجميله. يا فندم يا فندم، النادي الاهلي عشان يعمل مباراه وديه زي المباراه اللي متقدمه له من اتلتيكو مدريد لازم يروح الجهه الاداريه ياخد اذن. ده هل المؤسسه الكبيره العريقه راح اخد اذن تبقى في حد واصي عليا؟ عارف معناها ايه لما حضرتك تبعت مراسل جوه النادي الاهلي يجيب لك تقرير ويجي يقول لك لا استأذن؟ انت مش، والكاميرات كلها موجوده، راح مثلا تغطيه الاهلي دعا لكل البرامج اللي تبقى موجوده، فيجي عند حضرتك واقول لك لا انت ما استأذنتش. طب ازاي؟ ده القنوات كلها موجوده. هي دي اللائحه الاسترشاديه اللي حضرتك بتشيد بيها، اللي لازم ترجع للجهه الاداريه في كل حاجه. هو انت جايبني يافطه؟ مين يقبل؟ ده العار، كل العار لاي حد داخل النادي الاهلي مسؤول يقبل بكده. العار، كل العار. ده لو انا حاجه على الكرسي باللائحه دي بلاها كرسي، لكن التاريخ عمره ما هينسى اللي ناس تدخلت جوه النادي لفرض الوصايه على النادي الاهلي. هي دي الحقيقه. لكن ليل ونهار في السياسه الوزير زي الفل، في مش عارف السياحه زي الفل. لما هي زي الفل ده اغنيه يا راجل، اغنيه زودت 50%، اغنيه عاديه جدا 50% من السياحه، واحنا هنا الله اكبر يا سياحه وزي الفل.
هنخلص بقى من السياحه والشغل الاونطه ده، هنروح للرياضه ونهاجم النادي الاهلي ورموزه كلهم. اكيد اكيد الكلام امله من مين انا مش عارف، لان الواضح اللي مش مذاكرين الموضوع اساسا، الواضح اللي داخل هاجم ناس. طب اقول لحضراتكم على حاجه، احمد موسى قال في كلامه نقطه خطيره جدا، قايل لك اللائحه الاسترشاديه زي الفل، دي متطابقه مع الاتحاد الدولي واللجان الاولمبيه. كلامك غلط. الماده 19 من الاتحاد الدولي بتقول ممنوع اي تدخل من اي سلطه عليا او اي سلطه فوقيه، مكتوب كده، ولا بقى لجنه اولمبيه ولا تدخل حكومي من اي جهه. فمن هنا ده فرض الوصايه، في هنا تدخل، في ورد في فرض وصايه. والماده 19 صريحه وواضحه من الاتحاد الدولي بتقول عدم تدخل او اي فرض وصايه من اي جهه فوقيه او اي سلطه. فهنا اللجنه الاولمبيه هي اللي عامله اللائحه الاسترشاديه. فده اسمه ايه حضرتك؟ اسمه اللي حضرتك مش مذاكر، اسمه اللي حضرتك كلام مرسل انا مش عارف مين اللي املاه على حضرتك. انا ممكن اقعد لغايه اخر الحلقه اخد جمله جمله هتتاكدوا ان الكلام ده غير صحيح بالمره. انا هقف عند نقاط واضحه بالنسبه لي. برنامجي اسمه الكره والجماهير، ما اسمهوش دعم لمجلس اداره عن باطل، ما اسمهوش دعم لجمعيه عموميه عن باطل، ما اسمهوش دعم لفرد جوه النادي الاهلي عن باطل، اسمه دعم في الحق ومسانده ودعم الجماهير، لان الكره للجماهير الوفيه المخلصه اللي هي جزء كبير من البطولات. هقف عند 3 جمل وهقعد تقول لي بقى بتكرر الكلام. ايوه هكرره. حضرتك استدعيت الجمهور وغير مقبول والتزوير مره ثانيه، ما عندناش تزوير. مره ثانيه حضرتك في جماهير محبوسه بقالها 6 شهور وانت بتستدعي الجماهير الاولى اللي كنت تقف جنب الناس دي وتستدعيهم وتقف جنبهم. ومدينا ايدينا لكل الناس طالما عن حق، لكن علينا اللي احنا نحترم القضاء. طول الوقت نحترم القضاء، مش احترمه في الوقت اللي انا حابه والوقت تاني انا كاره. رقم 2 و3 و4 ومليون، مش حضرتك اللي توزع ده اخواني وده هندي وده اسرائيلي وده مصري وده وطني، مش حضرتك. لان احنا فما بنطلع نتكلم وسطتنا ربنا سبحانه وتعالى هي كلمه الحق اللي تعلو. ما عندناش مزورين جوه الاهلي، عندنا رجاله محترمه تعرف تجيب المليار جنيه في الميزانيه، تعرف تاخد البطولات في كل الافريقيه، تعرف تروح اليابان سابق وحالي، تعرف تتعلم الاداره، يعلم الاداره للناس كلها في وقت مصر فيه بعافيه شويتين في مؤسسات عريقه. انت افتتحت الشيخ زايد واخدت التجمع الخامس واخدت بطولات افريقيا وعملت تطورات في كل الانديه، وعندك فريق كوره محترم بتبيع لعيبه للدوري الانجليزي ويجي لك فلوس. البعض يعترض، مش مشكله، مش دي قصتنا، لكن تيجي النهارده مش شايف الكلام ده كله وتقول لي النهارده تزوير. مين يقبل الكلام ده؟ مين اهلاوي جدع يقبل الكلام ده؟ مين عضو عموميه محترم يقبل الكلام ده؟ مين دخل انتخابات داخل النادي الاهلي ايا كان الاسم مين؟ انا ماليش دعوه. برنامجنا هنا حياديه مع كل الناس. فمين يقبل؟ مين يقبل اللي يتقال تزوير؟ مين يقبل يتقال على قيمه بحجم الاستاذ ابراهيم المعلم اللي هو مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه؟ مين يقبل على مجلس اداره بيدير محترم بفكره بمجهوده دخل فلوس والميزانيه كبرت؟ نختلف احيانا، نتفق احيانا على بعض الامور، لكن مجلس محترم بخمسه اللي مش عاجبينك حققوا الكلام ده. لكن في مليون ما بسمعكش تجيب لي سيرتهم وبتستضيفهم واهانات لمصر كلها، لكن بلاقي الابتسامه على وشك. انا بنصح حضرتك لما نتكلم في موضوع نبقى مذاكرينه كويس جدا، ولما تشوف اخطاء في انديه تانيه برضو عايز اشوفك بتناقشها زي غيرك وجهنا له النصيحه، لكن بنشوف ناس بتهين جمهورها وتهين ناديها وتهين رموزها وفي الاخر بتضربوا لها تعظيم سلام. برنامجنا ما بيعملش تعظيم سلام غير للحق ولا الغفير ولا الوزير، لان فكره هناخد لجنه من اللجان مش بتاعتنا، فكره
كل حاجه برافو وكويس. احنا اكتر ناس هنا من غير ما يدخل معانا مداخله اشدنا بالمهندس خالد عبد العزيز وقلنا عليه شخصيه محترمه، وهنقول عليه شخصيه محترمه لانه هو بالفعل كده. لكن لما كان مصالح النادي الاهلي حد هيقف قدامها، انا اسف. الاهلي ابويا وامي وخيره عليا انا وغيري من كل الرموز. الاهلي هو اللي عملنا. الاهلي ده نعمه كبيره ما بتعرفش قيمتها غير لما تخرج منها، وانا جربت. الاهلي ده صنع اسامينا كلنا، لكن انا وانت غلبان. لناس كتير هم فاهمين انا بكلم مين. انا وانت غلابه، انا وانت غلابه، لكن المصالح بتتصالح. وفي ناس ممكن تموت نفسها عشان كراسي، ما بتشوفش كلمه الحق، بتشوف مصلحتي مين مع مين، وازاي ابقى كلامي مرسل، وازاي اهاجم الناس، وازاي اتطاول على الناس. خلاصه الكلام هو النادي الاهلي نادي الوطنيه، مش مستنيينك اللي انت تقول لنا الاهلي نادي الوطنيه، اللي كلنا عارفين الاهلي نادي الوطنيه. الجمعيه العموميه هي اللي تقول كلمتها، مش برنامج ولا مذيع ولا اي حد. لان الجمعيه العموميه هنا انا اللي استدعيها واقول لها روحوا يوم 25 امنعوا اي تدخل من اي جهه، من لجنه اولمبيه او تدخل حكومي. اضربوا المثل في الجدعنه، اضربوا المثل اللي احنا عشناه من 1907 اللي بنحاول نذاكر تاريخ نادينا طول الوقت لغايه 2017. ما بترفعش قواضي، وشفناها في السنتين العجاف اللي شفنا امور غريبه على النادي الاهلي. ولا اترفع قواضي ولا حصل تدخل حكومي، لان الاعضاء الجمعيه العموميه اي مجلس كان موجود بيستدعيها عشان كلمتها هي اللي تعلو. روحوا مش عشان مين يدخل ولا مين ما يدخلش ولا مين يكسب ولا مين ما يكسبش، روحوا عشان يفضل اهلي نادي الوطنيه اللي البعض عايز يتدخل فيه ويفرض الوصايه عليه. هي دي الحقيقه، واوعوا تصدقوا لحظه اللي فيه اقصاء لاي حد. الكلام ده مش صحيح، ده ترويج لباطل. استاذ احمد موسى، رسالتي اتمنى توصل لك. الجماهير اللي انت بتستدعيها اقف جنبها. بحترم القضاء في كل الاوقات، وابو تريكه مش ارهابي، ابو تريكه نجم خلوق.